هو ايه حكايه العصب الحائر ده؟ كل شويه حد يقول لي شغل العصب الحائر، هو اصدار نور يعني؟ تقريبا كده. بس قبل ما تقلق تعال أعرفك بنفسي يا دكتور. أنا العصب الحائر، أطول عصب في جسمك، نازل من المخ لحد القلب والرئة والمعدة والأمعاء. يعني انت بتتحكم في كل ده؟ أنت فاكر إيه يا دكتور؟ ده أنا المسؤول عن وضع الراحة. يعني لما تبقى متوتر أنا اللي هدي ضربات قلبك، لما تاكل أنا اللي ساعد الهضم، لما تتنفس ببطء أنا اللي أظبط الإيقاع. طب سؤال، هو ليه مسميينك الحائر؟ عشان قاعد بلفها في جسمك كله زي المسافر رايح جاي بين الأعضاء. طب ولو انا دايما متوتر؟ ساعتها بضعف، نبضك يعلى، هضمك يتلخبط، قلقك يزيد، وممكن تحس بضيق نفس أو ضربات قلب سريعة. يعني انا اللي معطلك؟ مش قصدي يا دكتور، بس الضغط المستمر وقلة النوم والتفكير الزايد بيخلوني أشتغل أقل. طب وافعلك ازاي؟ حاجات بسيطة جدا، يعني تنفس عميق وبطيء، مية ساقعة على الوش، رياضة خفيفة، ضحك، صلاة أو حتى تأمل، وتسبيح وقراءة القرآن. وطبعا كل ده هيكون موجود الفترة الجاية بسبب رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. اشمعنى يعني التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن؟ أيوة طبعا يا دكتور، لما تهز الأحبال الصوتية أنا بنشط. يعني مش كل حاجة دواء؟ أيوة طبعا، أوقات كتير بيكون الحل في نمط حياتك مش في علبة دواء. وزي ما سمعتوا، لو انت على طول قلقان وضربات قلبك سريعة وعندك قولون عصبي او حتى توتر مزمن، ممكن تكون ببساطة المشكلة مش في العضو، ممكن تكون المشكلة في العصب الحائر. بالظبط. أنا عايزكم تهدوا وتاخدوا نفس عميق وتفتكروا إن جسمكم فيه زرار أمان اسمه العصب الحائر، اللي هو أنا يعني. وايه بس كده؟ اكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفترة الجاية.